يسعد لي أوقاتكم بالورد والفل والياسمين والطاقة الإيجابية. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأنتوا عم بتشاهدوا فيديو اليوم رح نعمل المخلوطة. المخلوطة أكلة تراثية طيبة كتير، وأكلة شتوية بيعملوها أكتر شي بالشتاء لأنه بتمد الجسم بالطاقة. المخلوطة هي أكلة من التراث الكردي. بتمنى تعجبكم طريقتي. خلينا ندخل على المطبخ ونشوف المقادير مع بعض. طبعا كل ست بيت لها طريقتها الخاصة، واليوم أنا بدي أعملها بطريقتي. بالنسبة للمكونات بنحتاج هون كاسة ونص من العدس، نص كاسة من البرغل الناعم، وطبعا بصلة متوسطة مقطعة بهالشكل، وكمان ملح. بالنسبة للبهارات ما بنحتاج أي بهارات غير الكمون والفلفل الأحمر، والبديل هو البابريكا. يلي ما بيحب الفلفل الأحمر الحراق ممكن يحط بابريكا. هي المكونات أصدقائي، وخلينا نبدأ بتجهيز هالأكلة الطيبة. هون رح اخد العدس والبرغل ورح اخلطهم مع بعض واغسلهم كتير كويس لحتى نبدأ بطهيهم. رح نبدأ بالخطوة الثانية. هي الأكلة رح نطبخها بزيت الزيتون، وطبعا إذا ما توفر زيت الزيتون فينا نطبخها بالزيت النباتي، فما في أي مشكلة. طبعا هون أنا حطيت زيت الزيتون بالطنجرة، وهون أول شي بدي أقلي البصل. رح نحط البصل فوق الزيت ورح نقليهن لبين ما يتغير لونهم للون الذهبي. طبعا رح نحط رشة من الملح لحتى نساعد البصل يدبل بسرعة. رح نحرك لحتى يتغير لون البصل. وهلأ طبعا مثل ما انكم شايفين البصل بدأ يدبل ويتغير لونه للون الذهبي. بهالمرحلة هاي رح ضيف العدس والبرغل يلي خلطناهن مع بعض فوق البصل. رح نحرك كل المكونات مع بعضها لمدة 5 دقائق. رح نبدأ نحط الملح والبهارات يلي هنن مثل ما قلت لكم الكمون والبابريكا. كمان رح نحرك المكونات مع بعضها لمدة 2 دقيقة. وهلأ طبعا رح نضيف عليها المي، 4 كاسات من المي. وهلأ بعد ما حطينا عليها 4 كاسات من المي رح نحركها بين فترة والتانية لحتى ما تلزق بقاع الطنجرة، وبنرجع منسكر عليها بهالشكل هاد. لكن بالمرحلة الأخيرة لازم نضل نخلطها. طبعا ليش سموها بالمخلوطة؟ هاي الأكلة سموها بالمخلوطة ليش؟ لأنه بآخر مرحلة رح نضل نخلطها بهالشكل هاد لحتى تتجانس كل المكونات مع بعضها ويعطينا قوام جيد.
هاي هي سبب تسمية هذه الأكلة بالمخلوطة، لأنه منضل منخلطها بهالشكل هذا لحتى تستوي تماما. هاي الأكلة إذا عملناها على النار كمان كتير كتير بتطلع طيبة لما نكون بالضيعة ونعملها على النار، عن جد يعني طعم لا يقاوم. طبعا بدكم تنتبهوا كتير لأنه بالمرحلة الأخيرة لما نخلطها بهالشكل هاد بتطلع فقاعات وهيك بتكون سخنة كتير، فانتبهوا لحتى ما تحرقوا إيديكم. شايفين ما شاء الله القوام كيف صار؟ منضل منحركها لبين ما تستوي 100%. تقريبا الأكلة صارت جاهزة، يعني شي دقيقتين 3 وخلاص منطفي تحتها ومنحطها بصحن التقديم. ما شاء الله منظره وشكله بشهي، عن جد أكلة كتير طيبة ومفيدة في الشتاء. أصدقائي ومتابعيني، أنا بحب دائما تكونوا فرحانين ومسرورين، فاحرصوا دائما على بث الفرحة في كل تفاصيل حياتكم، فالحياة بغير فرح لا معنى لها. بتمنى لكم الفرح في كل تفاصيل حياتكم. وهيك المخلوطة صارت جاهزة بعد ما حطيناها بصحن التقديم. ما شاء الله ما شاء الله، شكل ومنظر بشهي عن جد عن جد، يعني طعم لا يقاوم أصدقائي. طبعا منقدم معها الأكلة العيران، لبن عيران، وكمان عملت سلطة الجرجير، وكمان طبعا المخلل لا يستغنى عنه، وكمان الفجل والفليفلة الخضراء، وكل شي موجود عندكم من الخضار فينا ناكلها مع هالأكلة هي. ألف صحة وهنا على قلبكم وعلى قلبنا. هيك منجي لنهاية فيديو اليوم أصدقائي. نلتقي بفيديو جديد وطبخة جديدة إن شاء الله، لكن لا تنسوا تعملوا الإعجاب بالفيديو ونشر الفيديو بين الأهل والأصدقاء لحتى تكبر عيلتنا. ويلي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة فضلا وليس أمرا، وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم مني كل جديد. نلتقي بفيديو جديد وطبخة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.